شغالة، عارفة اسمي الحقيقي؟ بعقلك كده بنت شغالة، نقولها الحقيقة ازاي؟ يعني هي عارفة دلوقتي أنا اسمي سونا بيومي؟ ايوه اسمك سونا بيومي. خايفة يا سي الأستاذ. خايفة من ايه؟ أغلط بكلمة كده ولا كده؟ طول ما معاكي زنات المخلصات يا حلال العقد ما تفكريش في حاجة أبدا، فهمتي؟ فهمت. صلحي نفسك بقى وعوجي لسانك كده واندهي الشغالة وقولي لها تعمل لي قهوة. ما تسرحيش كده، أنا ما عنديش وقت. أنا عاوز أفهم. تفهم إيه بس يا خالي؟ أنت إزاي تسيب الجامعة وتروح المصنع؟ أنا مش ناسي دراستي وفاهم اللي بعمله كويس. يعني أنا بقى اللي مش فاهم. العفو يا خالي، بس المرحوم بابا الله يرحمه كان بيديني فرصة أراجع مع حسابات المصنع، وأنا فاهم الشغل في المصنع. بس دي عيبة في حق يا شريف. عيبة في حقك ليه بس يا خالي؟ عاوز العمال والأفندية في المصنع يقولوا إن والدتك ملهاش رجالة؟ أنا مش عاوزك تعطل شغلك، كفاية اللي عملته عشاننا. وأنا مش عاوزك تعطل دروسك، ولا نسيت وصية أبوك؟ ما نسيتهاش يا خالي، بدليل إني بواصل دراستي. المرحوم والدك وصاني عليك وقال لي يا مفتاح خلي بالك من شريف وحطه في عينيك من جوه. وأنا متأكد من شعورك الطيب. مش كفاية؟ إيه هو بس اللي مش كفاية؟ شعور الطيب اللي بتقول عليه ده. أمال حضرتك عاوز إيه يا خالي؟ تسيب المصنع وتحط دماغك في دروسك عشان دي آخر سنة ليك في الجامعة. ما أنا قلت لك كمان يا خالي المصنع مش معطلني عن دراستي بالمرة. بس أنا ملاحظ كده إنك بتسمع كلام أمك وما بتسمعش كلام أنا. أسمع كلامك في إيه بس؟ تبقى لسه ما فهمتنيش يا شريف، ودي بقى حاجة تزعلني قوي. يا خالي أنا فاهمك كويس، وكمان كمان إيه؟ اتكلم. لا مؤاخذة يا خالي، دي مش شغلتك. صحيح هي مش شغلتي، بس أنا راجل ابن سوق، واللي في السوق لازم يفهم كل حاجة. إيه؟ سكت ليه؟ سعيدة يا أستاذ. أهلا وسهلا استهانم. هانم. يا بنت الايه ده، انا ما عرفتكيش. ايه رأيك؟ ده انت اتغيرت كتير، بس الباروكه دي لونها مش ولا بد. ما انا سبق وقلت لك شعري حلو وقلت لي البسي باروكه. مش مهم. ها، عرفت ايه بقى اللي هتعمليه؟ طبعا. وفهمت الموضوع كويس ودخل دماغك، ومستعد اسمع لك كل كلمه قلتها لي. ومفيش خوف خلاص. خوف من ايه؟ مش عيب لما استاذ زيك يقول لي كلمه زي دي. يعني اطمن. وحط في بطنك بطيخه صيفي ساقعه ومتلجه كمان. مرزوقه. نعم. بتقولي نعم؟ امال اقول لحضرتك ايه؟ انت اسمك ايه يا مرزوقه؟